السلام عليكم دكاترة المستقبل، معاكم أيمن عبد الله، وده آخر فيديو في الفنيات بتاعة التكاثر. ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات بتاع الاقتران واللي قبله تعاقب الأجيال واللي قبله التكاثر اللاجنسي. نبدأ مع بعض. احنا هنركز في التكاثر بالأمشاج في الإنسان والنبات على مراحل تكوين الأمشاج هنا، مراحل تكوين الأمشاج هنا. ده هدف الفنيات معانا. حضرتك انت عندك هنا مراحل تكوين حياة منوية، هنا مراحل تكوين حبوب اللقاح المذكر والمذكر، هنا البيضات، هنا البيضات. الجميل في الفكرة ايه؟ ان ده بيبدأ بخلية نفس الاسم ده نفس الاسم ده نفس الاسم ده، يعني خلية جرثومية أمية جرثومية أمية جرثومية أمية جرثومية أمية. هنعمل ميوزي وميتوزي هنا، هيعمل نفس النظام هنا، نفس النظام هنا، نفس النظام هنا. بس يا ترى هنبدأ بالميتوزي ولا بالميوزي؟ تعالى كده نشوف مع بعض. حضرتك دي هنسميها جرثومية 2 نون. طب دي هنسميها ايه؟ جرثومية 2 نون. طب حضرتك ده هنسميها ايه؟ جرثومية 2 نون. طب ودي هنسميها ايه بقى؟ جرثومية 2 نون. هسألك سؤال لذيذ جدا. النبات كل سنة بيعمل وردة وبتموت الوردة دي جواها حبوب لقاح، جواها بيضات. كل سنه بقى بيعمل الحاجه اللي بتنتج الحبوب اللقاح والبيضات، يعني احنا مش محتاجين عمليه تخزين. لكن هنا هم خصيتين، مش كل سنه هيبقى فيه خصيتين ولا كل سنه هيبقى فيه 2 مبيض. عشان كده يا باشا محتاجين عمليه تخزين هنا. يعني عايز تقول ايه؟ يعني الخلايا دهيت يفضل ان حضرتك تعمل منها مخزون، الخلايا دي يفضل انك انت تعمل منها مخزون، لكن الخلايا دي ما تعملش منها مخزون. ولما نحب نعمل مخزون هنا يبقى هتضطر يا باشا ان انت تعمل كذا انقسام ميتوزي. هنا نفس النظام، هتعمل كذا انقسام ميتوزي، مش انقسام ميتوزي واحد، عدة انقسامات ميتوزية، وهناك نفس النظام. طب هنا يا باشا هبدأ ميتوزي عشان اعمل مخزون؟ لا ما تقلقش، لو باظ المخزون ده السنة اللي جاية هيطلع واحد او ايا كان هيطلع واحد غيره. طب وده نفس النظام هيطلع برضه غيره. يبقى مش هنبدأ بميتوزي، مش هنبدأ بميتوزي، يبقى ده فرق وده فرق. امال ايه التشابه؟ جرثومية جرثومية 2 نون 2 نون. طيب حضرتك لما نعمل عدة انقسامات ميتوزية، عدة انقسامات ميتوزية هنكون خلية فيها برضو 2 نون 2 نون. ما هو الميتوز 2 نون ل 2 نون 2 نون ل 2 نون. بس انا عايزين نسمي الخلايا دي هنسميها امهات، ودي هنسميها برضو امهات. بس دي هنسميها امهات منوية، ودي هنسميها امهات بيضية، او بنسميها امهات البيض. طب دي كام نون يا دكتور؟ قلنا 2 نون 2 نون عشان في انقسام ميتوزي انقسام ميتوزي. طب حضرتك قبل ما نعمل الانقسام محتاجين ان احنا نكبر الحجم. طيب هنمسك الخليه دهيت ونكبر حجمها، بس مش هنعمل عمليه انقسام، لا احنا نكبر يا باشا حجمها كده. حجمها يا باشا صغير، فهنضطر ان احنا نرسمها بحجم اكبر شويه علشان هي خزنت، وهنسميها يا باشا اوليه منويه، وهتبقى 2 نون. طب من السهم للسهم ده هنقول يا باشا انقسام ميتوزي ولا انقسام ميوزي؟ لا ده ولا ده، ده مجرد بس انها بتكبر في الحجم. طيب الخليه دهيت هنمسكها نقسمها حتتين، ثم يا باشا نمسك كل واحده من دول نقسمها حتتين. كل الاسود ده هنسميه انقسام ميوزي. هنا في نواه، هنا في نواه. دي 2 نون، لكن دي يا باشا كل واحده من دي نون، وكل واحده من دي يا باشا نون. طيب جميل جدا. الشكل اللي قدامك ده السهم ده هنسميه يا باشا ميوزي اول، ويا دكتور ده هنسميه ميوزي تاني. مش 2 ميوزي، هو الميوزي بيتم على خطوتين، ميوزي اول ميوزي تاني. طيب الخلايا دي بنسميها خلايا اوليه، دي هنسميها خلايا ثانويه نون، ودي بنسميها طلائع منويه اللي هي برضو هتبقى نون. طيب حضرتك شكل الكروموسوم في الامهات بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى شكله عامل كده. تعالى بقى في الاوليه شكله بيبقى عامل كده الكروموسوم، عشان لما تروح للباب التاني تبقى فاهم الحته دي. وبعد كده يا باشا بيعمل عمليه تضاعف فبيبقى بالمنظر ده. حضرتك هنا في 46 من المنظر ده، هنحط منهم هنا كده 23 بالمنظر ده و23 هنا بالمنظر ده. هناخد بقى واحدة من الاكس دي وواحدة من الاكس دي نحطها هنا، فهنحط واحدة كده هنا بالمنظر ده، واحدة بالمنظر ده، واحدة بالمنظر ده بالمنظر ده. يبقى هاجي هنا كده يا باشا هسألك سؤال هوت ذكي شوية. هنا المفروض ان في عندك كام
دي ان ايه، المفروض يبقى عندي 46 دي ان ايه. طيب ال 46 دي ان ايه دول مش المفروض يكتروا عشان نعمل انقسام؟ فهيدونا يا باشا 92 دي ان ايه. طيب هتاخد ال 92 دي ان ايه هتحط هنا 4 او 6 سوري 46 دي ان ايه، وهتحط هنا يا باشا 46 دي ان ايه. ال 46 دول هتحط منهم هنا 23 وهنا برضو نفس النظام 23. طب الخطوه دي اللي هي بتاع 46 اتحولت ل 92 في الخليه بنسميها ايه؟ بنسميها تضاعف، وده هناخده ان شاء الله في الباب اللي جاي. طيب تعالى كده نشوف اللي بيتم هنا كده. حضرتك هنعمل برضو نفس النظام، هنجيب الخليه ديت نكبرها في الحجم. طب لما نكبرها في الحجم هيدينا خليه اسمها ايه؟ اوليه، ودي بنسميها 2 نون، بس هنسميها اوليه بيضيه او اوليه البيض. طب وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ انقسام ميوزي، نفس النظام من هنا شاطر، بس حضرتك هنخلي واحده صغنطوطه ونخلي واحده كبيره. ليه؟ عشان احنا هنا محتاجين نقلل العدد، لان ده ناس هتخلف، بدل ما تخلف 4 هتخلف واحده بس، لان احنا من ارقى الكائنات وبناء عليها هنعمل بس واحده ثانويه. هنمسك دي بقى نعملها انقسام ميوزي عشان نتمم بس الانقسام ميوزي، فتدينا صغيره وصغيره، وده هتدينا حاجه صغيره وهتدينا حاجه كبيره. دي اوليه زي دي اوليه، ودي يا باشا هنسميها ثانويه زي ما سمينا دي ثانويه، ودي صغيره والصغيره هنسميهم اجسام قطبيه، والكبيره دي هنسميها بويضه. دكتور دي كده كام نون؟ نون. ودي كام نون؟ نون. طب والاجسام القطبيه كام نون؟ نون. طب الاوليه دي كام؟ 2 نون. يبقى حضرتك اللي تم في الاوليه هنا ايه؟ هتقول لي يا باشا ميوزي اول، وهنا برضو ميوزي تاني زي ما عملنا هناك. امال ايه الفرق يا باشا؟ حضرتك هنا الانقسام مش بالظبط، يعني دي ودي مش قد بعض في الحجم، عشان بس نوصل في الاخر احنا عايزين بيضه واحده، لكن هنا الاحجام كلها مظبوطه. يبقى الاختلاف هنا عن هنا هي بس فكره الاحجام. لكن حضرتك كمراحل ايه رايك؟ من هنا لهنا نفس المرحله اللي تمت من هنا لهنا هنسميها مرحله تضاعف، هنسميها مرحله تضاعف. طب حضرتك من هنا لهنا هنسميها مرحلة نمو، من هنا لهنا هنسميها مرحلة نمو. طيب من هنا لهنا هنسميها مرحلة نضج، من هنا لهنا هنسميها مرحلة نضج. يبقى هنا في 3 مراحل، هنا في 3 مراحل، بس حضرتك مين فيهم هيتحرك للتاني؟ المذكر للمؤنث ولا المؤنث للمذكر؟ اكيد المذكر للمؤنث، فهنضطر هنا كده هنضيف مرحلة اسمها مرحلة تشكل نهائي، ودي ما فيهاش انقسام، هي بس مجرد كل طلائع منوية من ديت هنعمل منها حيوان منوي، كل طلائع من ديت هنعمل منها حيوان منوي. يعني حضرتك هنغير بس في الشكل بتاعه عشان يبقى جاهز الوظيفة بتاعته، لكن هنا مفيش المرحلة دي. يبقى دي 3 مراحل ودي 3 مراحل. هنعمل ميتوزي ثم ميوزي، ميتوزي ثم ميوزي. ده يا باشا اللي تم يا دكتور في الانسان. اما بالنسبه للنبات الموضوع بسيط شويه. لو جبت مثلا حبه لقاح بالمنظر ده اعمل لها على طول ميوزي، فتبدا تدي لك الشكل اللي قدامك ده 1 2 3 4 زي ما تم برضو ميوزي هنا وميوزي هناك، فهو تم على مرحلتين، بس احنا مختصرين الخطوه وهنقول هنا نون 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 نون. كل دول هنسميهم خلايا جراثيم صغيره. تمام. كل بقى واحده من ديت النواه اللي جواها هتتقسم جواها، فهتدينا حضرتك نواتين، كل واحدة من دي نفس النظام هتدينا نواتين، كل واحدة في نفس النظام هتدينا نواتين، نفس النظام نواتين. بس حضرتك هنحط هنا كده غطاء عشان تتحمل الظروف، تتحمل الظروف، تتحمل الظروف، تتحمل الظروف، فبنسميهم يا باشا 4 حبوب لقاح. دكتور هو من هنا لهنا عملنا ميوزي ولا ميتوزي؟ ميوزي اول وتاني وادانا 4 خلايا. طب من هنا لهنا عملنا ميوزي ولا ميتوزي؟ عملنا ميتوزي، بس اسمه ميتوزي للنواه مش ميتوزي للخلايا. هنا ميتوزي للخلايا، ميتوزي للخلايا، لكن هنا حاجه اسمها ميتوزي للنواه. يبقى بدانا بالميوزي وكملنا بالميتوزي. هنا ميتوزي ثم ميوزي، ميتوزي ثم ميوزي. الجرثوميه عملت ميوزي، هناك الجرثوميه عملت ميتوزي. طب تعالى هنا كده الموضوع فيه تفاصيل شويه. حضرتك هتاخد دي تعمل لها انقسام ميوزي جوه المبيض. يبقى حضرتك احنا هنجيب مبيض وهنجيب الخليه ديت
جوه المبيض وهتعمل انقسام ميوزي. يبقى حضرتك الشكل ده كده اللي هو الاسود ده هيكبر شويه، تعالى نكبره شويه، والنواه بتاعته دهيت تبدا تنقسم وتدينا ميوزي. ادي 1 2 3 4 زي الشكل اللي هنا ده بس احنا عاملينه جوه المبيض. 3 منهم يتحللوا، يبقى احنا هنقول ميوزي ثم حاجه اسمها تحلل وتحلل 3 من 4 زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات. طيب الواحده اللي اتبقت ديت تقعد ساكته؟ لا، تعمل 3 انقسامات ورا بعض ميتوزيه. يبقى احنا نرسم المبيض تاني، نرسم الشكل الاسود ده، بس ساعتها مش هتبقى اسمها خليه جرثوميه، هتبقى اسمها كيس جنيني. والنواه اللي اتبقت جواها ديت هتعمل حركه انقسام ميتوزي، هتبقوا 2 نواه، وبعد كده كل واحده من دول تعمل انقسام ميتوزي رقم 2، يبقى كده 4 انويه، وكل واحده من دي تعمل انقسام ميتوزي. يبقى كده الدكتور معانا كام نواه داخل المبيض؟ يبقى عندنا 8 انويه. يبقى حضرتك عملنا انقسام ميتوزي ثم انقسام ميتوزي ثم انقسام ميتوزي، يبقى عملنا كام انقسام ميتوزي؟ 3. يبقى هنا بدأنا بالميوزي ثم الميتوزي، هنا ميوزي ميتوزي، هنا ميتوزي ميوزي ميتوزي ميوزي. يبقى يا باشا اللي هناك عكس ده، بس ده يا باشا عمل ما شاء الله 3 ميتوزي عشان يحصل على كام نواه؟ 3 انويه ولا 8 انويه؟ 8 انويه. كل واحده من دي ليها اسم، في واحده فيهم اسمها بويضه، وفي 2 جنبها اسمهم خلايا مساعدة، وفي 3 اسمهم خلايا قطبية، وفي 2 اسمهم نواة الكيس الجنيني. وانت عارف الكلام ده. عشان ننتج كل دول ال8 دول محتاجين يا باشا نعمل ايه؟ محتاجين حضرتك نعمل 3 انقسامات ميتوزية. طيب دكتور بسأل سؤال، هو احنا عشان نعمل ال8 دول مش عملنا 3 انقسامات ميتوزية؟ بس كل دول بدأوا بكام واحدة؟ واحدة. الواحدة ديت جبناها منين؟ من التحلل. طب التحلل ده جبناه منين؟ من الميوزي، والميوزي جبناها من الخلايا الجرثومية. كده يا دكتور احنا عملنا مراجعة سريعة على تكوين الأمشاج في الإنسان وفي النبات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ولو محتاج أي حاجة اكتبها في الكومنت وأنا هعمل لك ليها فيديو. سلام.